أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور المغنية المغربية سلمى رشيد خلال أدائها لمناسك العمرة قبل أسبوعين، وفي وقت دعا فيه نشطاء بالهداية للمغنية وأن تكون زيارتها لذاك المكان المقدس بداية جديدة وأن تبتعد عن هذا المجال. انتقد نشطاء آخرين ظهور سلمى وهي في كامل زينتها وبلباس مثير بعيدا كل البعد عن الحجاب الذي ارتدته خلالها لعمرة. وبحسب النشطاء فإن سلمى رشيد التي ظهرت وهي ترتدي لباسا محتشما ودون وضع المكياج خلال أدائها للعمرة ليست هي نفسها بعد ارتدائها لملابس كاشفة ووضع مكياج كله إثارة. وانتقد النشطاء ازدواجية الظهور التي اعتمدتها المغنية المغربية، معبرين عن استغرابهم من هذا التصرف الذي لا يعير المناسك التي ادتها أي اهتمام. وبحسب نشطاء فإن أغلب المشاهير وبخاصة المغنيين فإنهم يزورون الأماكن المقدسة فقط من أجل التقاط الصور وحصد لقب معتمر دون أن تحدث فيهم زيارة تلك الأماكن أي تغيير على مستوى حياتهم المهنية. وكانت سلمى رشيد قد تعرضت لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية ظهورها في أكثر من عمل في رمضان الأخير، حيث جمعت بين الغناء والتمثيل والإشهارات وكذلك المسابقات. وأطلت سلمى رشيد على المغاربة خلال الموسم الرمضاني الأخير من خلال سيتكوم دير والنية وغنائها لجينيرك العمل الذي بث على القناة الثانية، وكذا شارت المسلسل الدرامي كين ظروف الذي عرض على القناة الأول، وظهورها في الفترة نفسها في إحدى الإعلانات التجارية.